لعنة الله على بني أمية. خلي أقرأ لكم فشي أهيئكم به للحسين عليه السلام في هاي موسوعة الإمام الحسين عليه السلام. فشي أقرأ لكم إياه عن أبي هارون المكفوف قال أبو عبد الله: يا أبا هارون أنشدني في الحسين. قرأ لي يا أبا هارون. عجيب هذا الإمام الصادق إيش قد مفجوع بجده الحسين. يا هو اللي كان يطب على الصادق يقول له اقرأ لي على الحسين. غريب عجيب واقع. يا هو اللي يطب على الصادق يقول له اقرأ لي على الحسين. شاعر اكتب لي شعر بالحسين. تنعن عالي على الحسين. أنشدني في الحسين. يقول: فأنشدته فبكى فقال: أنشدني كما تنشدون بالرقة. يعني يا أبا هارون مو تقرأ لي أمرر على جدث الحسين مثلا وقل لي أعظم، لا مو شي. قال له بالرقة اقرأ لي. هاي شوف المصدر بين يدي. بالرقة يعني شنو؟ يعني أمرر على جدث الحسين وقل لي أعظم الزكية. هيك يعني. قال بالرقة فأنشدته أمرر على جدث الحسين فبكى ثم قال: زدني. هذا اللي قريته قليل، بعد اقرأ لي. زدني. فأنشدته القصيدة الأخرى فبكى سلام الله عليه. بعد: وسمعت البكاء من خلف الستر. الإمام خالفت بردة وخال العلويات وراها، يقول سمعت بكيهن من وراء الستر. يبكي على الحسين عليه السلام. زين. فقال: يا أبا هارون من أنشد في الحسين شعرا فبكى وأبكى 10 كتبت له الجنة، ومن أنشد في الحسين شعرا فبكى وأبكى 5 كتبت له الجنة، ومن أنشد في الحسين شعرا فبكى وأبكى 1 كتبت لهما الجنة. يعني اللي يقرأ واللي يبكي اثنيناتهم لهما. ومن ذكر الحسين عنده فخرج من عينه من الدموع مقدار جناح ذباب. كان ثوابه على الله ولم يرضى له إلا الجنة. المصدر كامل الزيارات لابن قولويه رحمه الله. يقول مقدار جناح شنو؟ ذباب. أجرى على الله. الله ما يقبل له بشيء إلا شنو؟ إلا الجنة. الحسين هذا سفينة نجاة، هذا سفينة نجاة. هذا الليلة ليلة العاشر. يا أبا عبد الله حبيبي يا حسين نودعك هذه الليلة يا أبا عبد الله. السنة الجاية احنا ما ندري موجودين ما موجودين يا أبا عبد الله. أنا أحب أذكر خدمة الحسين، هاي طبيعتي، كلش أحب خدام الحسين. العام كان ويانا المرحوم خادم الحسين حاج رشاد شعبان، السنة تحت التراب، وكذلك الحاج حافظ رحمه الله، والسنة تحت التراب. أنا هاي صار 8 سنين 9 سنين، هم كل سنة ويانا مجالسنا. السنة هم إن شاء الله عند الحسين، لأن هم خدام الحسين، إن شاء الله عند الحسين. الله يرحم كل خدمة الحسين، الله يرحم كل خدمة الحسين، الله يرحم كل خدمة الحسين، ويلحقنا بالحسين وبخدام الحسين. الحسين هذا، الحسين هذا، الحسين. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين الدنيا والآخرة. السيد البروجردي كان زعيم الحوزة بقم. السيد البروجردي كان زعيم الحوزة بقم. هناك المواكب، أنا كنت هناك بقم، الطب بيوت المراجع، وأنا داخل يعني بيت سيد محمد رضا القلبايقاني رحمه الله. أنا كنت رايح ويا موكب النجف الأشرف بقوم، ودخلنا على سيد محمد رضا القلبايقاني ويبكي ويلطم. أكو فد عادة يزورون بيوت المراجع أهل المواكب الحسينيين. سيد البراجردي زعيم الحوزة بوقته آخر عمره ضعف بصره. كل الكتب اللي ألفت بالبراجردي ذكرت هذه كلها، أنا مسؤول عن كلامي.
يدخلون هاي مواكب الحسينيين الدار سيد البروجردي باعتباره زعيم الطائفة، يعزوه بالحسين. بصره ضعف، قام ما يشوف. بيوت سابقا طين، فذولا يلطمون خدام الحسين، يضربون الحائط يطيح طين من الحائط، مو طين تراب الحسين قبر الحسين، لا لا، طين حائط مو تراب الحسين. السيد البروجردي يعتقد بذلك، ياخذ منها التراب يخليه بعيونه، يقول هذا خدمة الحسين، ذبوب لطمهم على الحسين، إن شاء الله يرجع بصري ببركة خدمة الحسين. ويرجع بصر السيد البروجردي، ومات وهو ما يلبس النظارة، ببركة طين يطيحوه خدمة الحسين عليه السلام. هسه يريد يعتقد الما يعتقد بكيفه. أنا شنو أجبر الناس؟ أنا ما أجبر الناس، بكيفك عمي، بس هذا زعيم الطائفة هيك يتعامل ويا قضية الحسين. أنا يكفيني مثل البروجردي رحمه الله، يكفيني، ويكفيني مثل المرعش النجفي وشو يتعامل مع الحسين، ويكفيني مثل بقية مراجعنا الكرام، ما أفرق بيناتهم، كلهم نحبهم ونحترمهم، كلهم هكذا يتعاملون مع قضية الحسين عليه السلام. الحسين اللي قال عنه شيخ جعفر التستري، وانتو أهل النجف تعرفون شيخ جعفر الفقيه المرجع اللي كان عنده رسالة عملية، يقول جربت كل الأعمال بالخصائص الحسينية وقد ذرفت على 70 من العمر، يقول ما عرفت نفسي مؤمن إلا بشي واحد، لما يجي ذكر الحسين دموعي تجري على الحسين، عرفت نفسي مؤمن، لأن الحسين يقول ما ذكرت عند مؤمن أو مؤمنة إلا وبكيا. وأنا من واحد يقول لي حسين أبكي، يعني مؤمن أنا.